يلا يا جماعة يلا. كان اكو فيلسوف يوناني اسمه ديوجين. وانا ولي فيلسوف بنتي فيزيقيا. انتبه. كان اكو فيلسوف يوناني اسمه ديوجين. هذا كان بالصباح الباكر يحمل فانوس، يعني الدنيا الصبح ويحمل فانوس ويفتر بالمدينة مالته. فيسألوا الناس اليمن تدور يا ديوجين؟ يقول لهم ابحث عن الحقيقة. احنا اليوم هذا الفريق الجميل مجموعة من الشباب المثقفين اول ما بدأوا هذا المشروع اكتشفنا الحقيقة، وصراحة اكتشفناها انه هذا الوطن ما محتاج واحد يبكي ويلطم عليه او ينح عليه. محتاج واحد يعمره ويبنيه. بس شلون راح نقدر نعمره ونبنيه وزنوبة تبيع كلينس بالشوارع؟ وحمود يبيع علاليك ابد ما راح نقدر. بس يلا كافي جهل، كافي ظلم، كافي يعني كافي جهل، كافي احنا هواي تحملنا جهل، هواي تحملنا ظلم. يلا تعالوا خلينا نقرا على مود نقدر نرجع زنوبة وحمودي للمدرسة على مود يصيرون اطباء ومهندسين. يبحث عنها ديوجين. اقرأ من أجلي يا بابا وافتح لي كل الأبواب، لا تهدي لي قطعة موت بل أهدي لي 1000 كتابة. اقرأ للمستقبل فالجيل القادم قد يسأل لماذا نموت؟ لماذا نقتل؟ نحن زهور الأرض الحلوة في بسمتنا أجمل غنوة. نحن زهور الأرض الحلوة في بسمتنا أجمل غنوة. نشدوا مثل حمامة نحلم في أمن وسلامة. اقرأ من أجلي يا بابا وافتح لي كل الأبواب. الحضور ندعوكم للاستمتاع بعرض في الداتا شو. هو عبارة عن رسائل مصورة من العراقي والمهجر والمثقفون في الخارج. الكلمة موجهة لكم، والكلمة موجهة للقراءة، والكلمة موجهة للوعي، والكلمة موجهة لهذه الثورة المعرفية التي بدأت اليوم ولن تتوقف. بحضوركم هذا الكل. شكرا جزيلا.